السلام عليكم. بصراحة أنا مش عارف أقول إيه على المباراة دي. مش عارف ألوم مين وما ألومش مين. مش عارف أقول المباراة دي كانت سهلة للأهلي ولا صعبة. مش عارف أقول أي حاجة خالص على المباراة دي غير إن كولر كان عنده حق مليون المية. كولر كان محتاج مهاجم وما كانش بيقول كده وخلاص، لا كان محتاج فعلا. وانا بقى بسأل سؤال: ماذا لو كانت طلبات كولر اتحققت؟ ماذا لو الاهلي كان اتعاقد مع مهاجم في يناير؟ انا بصراحة مش عارف اقول اي حاجة خالص عن المباراة دي. ما اقدرش اقول ان ده فريق الاهلي يقدر يكسبه، مش يتعادل معاه حتى، لا يقدر يكسبه. اولا الخطة كانت بادئة بطريقة غلط. ليه؟ لان انت بتعتمد على خالد عبد الفتاح في مباراة انت عاوز فيها فوز، عاوز فيها الميدالية التالتة او البرونزية. في الاخر تلعب لخالد عبد الفتاح وقدامه مروان عطية. كنت المفروض تلعب بواحد منهم، مش تلعب بالاتنين، لا كان مروان لا كان خالد عبد الفتاح. وانا امبارح قلت في التشكيل المتوقع: اتمنى ان كولر يبدا بهاني ومتولي. وانا كان من وجهة نظري انت تلعب متولي جنب محمد عبد المنعم، وكان هاني اللي كان يبقى اساسي. طبعا الهدف الاول اللي جه من ضربة جزاء هو اللي بوظ الدنيا خالص على الاهلي. لكن بعد الهدف الاهلي قدر اللي هو يعمل رومنتادا ويجيب جونين. وكان المفروض يكون في تغييرات في الشوط الثاني من بدايته. يعني كان لما الاهلي كان مغلوب 1-0 كان المفروض كولر يشوف بقى مين اللي المفروض ينزل في بدايه الشوط الثاني. وانا كان من وجهه نظري انت لعبت خالد عبد الفتاح في الشوط الاولاني، كنت المفروض تسحبه في الشوط الثاني، نزل مكانه هاني. وكان نفس الكلام برضو على محمد شريف، كنت المفروض تطلعه وتنزل مكانه. لا اما بقى زي ما انت عاوز تنزل حسين الشحات، عاوز تنزل كهربا، زي ما انت عاوز. كنت انت ممكن كمان تنزل حسين الشحات وتخليه يرجع يلعب مكان بيرسي تاو هو اللي مهاجم. لكن كولر ما اعرفش ايه اللي خلاه يتاخر، في التغييرات. من الرغم ان الاهلي كان خلص الشوط الاولاني هو متعادل، ولما الشوط الثاني نزل قدر اللي هو يسجل الهدف الثاني باحمد عبد القادر، ومن بالنسبه لي هو هدف عالمي. الاهلي طبعا كان بيهاجم بشكل قوي جدا لحد طرد خالد عبد الفتاح. وانا من وجهه نظري انا شايف ان الكره ما فيهاش اي حاجه، ولا فاول ولا حتى ضربه جزاء. وانك انت تدي طرد لخالد عبد الفتاح واصلا ما عملش اي حاجه في اللعيب، فدي مشكله عند مصطفى غربال. انا اصلا ما اعرفش ليه هو اصلا اداله طرد، يعني حتى كنت اداله فاول وانذار، لكن طرد لا. بعد الطرد ده طبعا الاهلي وقع خالص. قرر كولر اللي هو ينزل محمد هاني اللي تسبب في ضربه جزاء واضحه جدا 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 وما نقدرش نتكلم فيها خالص، وقدر منها فلامينجو اللي هي سجل منه الهدف الثالث. بعد الهدف الثالث المفروض كان لعيبه الاهلي تهاجم، وكان المفروض يكون في تغييرات سريعه جدا من كولر زي نزول كهربا. وكان المفروض كمان كولر يطلع مروان عطيه وينزل اليو ديانج، ما كانش يطلع علي معلول. المشكله الاكبر بعد كده ان بعد كل ده واليو ديانج ينزل بغلطه في التمرين، دي الهدف الرابع لفلامينجو اللي يقتل اللقاء تماما. ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اقول اي حاجه خالص. ان كولر المفروض يراجع حساباته ويعرف ايه المطلوب في المباريات القادمه. المباراه دي بضربتين جزاء وغلطه خلصت الدنيا تماما وقتلت المباراه. ما بالك ان انت عندك المباراه القادمه مع الهلال السوداني يوم السبت القادم، قدامك يعني اسبوع، فانت المفروض تكون عامل حسابك للمباراه دي. واحنا بصراحه يا كولر بنتاسف لك اللي احنا ما جبنالكش مهاجم. تعالى بقى كده بص على اللقطه دي. تعالى بص على افضل مهاجم في مصر وهو محمد شريف من وحي الخيال. بص كده على الدقيقه وما تبصش على الكوره. الدقيقه كام؟ 73 اول 74 والاهلي كسبان 2-1. شريف لو كان جاب الكرة دي كان الماتش انتهى تماما، كنا هنقول للاهلي مبروك البرونزية. لكن للاسف شريف بيهدرها بطريقة غريبة جدا. اي مهاجم تاني كان مفروض لا اما يلعبها من فوق الحارس، لا اما يرقص الحارس ويجيبها جول، لا اما يشوطها بطريقة كويسة. انت شطها برجلك الشمال، القدم الاضعف عندك، عرفت ان انت تجيبها هدف؟ لا، كنت انت ممكن تجيبها على قدمك الثابته اللي هي اليمين وكنت تشوط بشكل كويس وكانت ممكن تيجي هدف. ايه اللي حصل بقى؟ اول ما شريف ضيع الاهلي استقبل 3 اهداف. 3 اهداف خلصت المباراه. طبعا من ضمنهم هدف من ركله جزاء صحيحه، محدش يقول بقى اللي هي ضربه جزاء غلط، لا ضربه جزاء صحيحه مليون المية. كرة جايه في ايد محمد هاني وواضحه 100%. طبعا الهدف الثاني اجى غلطه من محمد الشناوي. طلع يمسك الكوره، معرفش اللي هو تمسكها، وقعت منه بالغلط، دخلت هدف الثاني. والهدف الرابع طبعا هو غلطه من اليو ديانج. وهو في اول لمسه ليه بيمرر الكوره لمهاجم
فلامينجو علشان يسجل الهدف الرابع والهدف القاتل. كان ممكن الاهلي لو هو خسران 3 كان ممكن يتعادل. الحكم كان حاسب 13 دقيقه وقت بدل ضايع، كان ممكن الاهلي يتعادل لو ما كانش ديانج غلط الغلطه دي. خالد عبد الفتاح، انا مش عاوزك تزعل نفسك خالص، اللي حصل واصلا الطرد اللي انت خدته غير صحيح تماما. طبعا الظلم التحكيمي بيحصل في اي ماتش، وبالرغم ان الفار موجود، فانا مش عارف ازاي اصلا غربال قدر اللي هو يديلك بطاقه حمراء في كوره. انا شايف وانا اصلا شايف ان انت ما عملتش حاجه اللعيب فلامينجو. انا بقى عاوزك تنسى المباراه دي خالص، انت خلاص عملت اللي عليك في المباراه، الكوره واضحه تماما ان انت ما عملتش اي حاجه في لعيب فلامينجو، خلاص انسى بقى المباراه دي. ان شاء الله نشوفك في المباراه القادمه، من الرغم ان انت مش هتلعب مباراه الهلال بسبب الطرد اللي انت خدته النهارده، لكن باذن الله نشوفك في المباريات القادمه اللي بعد مباراه الهلال. بالتوفيق يا خالد، انت لاعب كبير وعندك شخصيه قويه جدا، واحنا مش عاوزين مجهودك يضيع على الفاضي بسبب طرد زي ده. بالتوفيق يا خالد في المباريات القادمه. حابب بقى اوجه لكم رساله اقول لكم قدر الله ما شاء فعل على المباراه دي. عندنا مباراه مهمه جدا مع الهلال السوداني في السودان يوم السبت القادم ان شاء الله الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره. عاوزين بقى نقفل الصفحه بتاع كاس العالم دي ونفكر في الجاي، بس عاوزين هزيمه النهارده تاثر عليكم في المباريات القادمه. اللي حصل الحمد لله، عملنا اداء عالي قوي في كاس العالم ده. كسبنا اوكلاند 6-4، وبعدين كسبنا السيتل الامريكي 1-0، ولعبنا ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم وخسرنا منهم، ولعبنا فلامينجو البرازيلي في تحديد المركز الثالث والرابع. عاوزين بقى نفكر في المباريات القادمه، عندنا مباريات كبيره جدا في افريقيا وفي الدوري، ان شاء الله نحقق افريقيا السنه دي. اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ومجلس الاداره والمدير الفني وكولر واللاعبين، وان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله نحقق كل البطولات القادمه. وبس كده، وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.